الخطوه اللي بعد كده نروح حاطين الفانيليا كده، دي بتمنع زفاره البيض، ونروح نازلين فيها تخدير كده، نقلب الفانيليا كده في قلب بعضيها عشان ريحه الزفاره بتاع البيض ما تبانش في قلب الحاجه. كده تمام، اتقلبت كويس، تبقى مكسرين البيض على حسب ايه؟ على حسب حجم العجينه اللي انت عاملها. نكسر البيض كده. احنا بنكسر في البيض ما بيتكسرش مره واحده، بيتكسر على كذا مرحله علشان العجينه يبقى معانا واحنا بنسويها يبقى سهله معانا في الرميه. لكن لو عملنا البيض كله مره واحده يبقى العجينه مش كويسه، يبقى ايه حاجه اسمها تخريز، البيض يخزن فيها. نروح مكسرين كده كده. كسرنا ايه؟ اول حاجه دي اسمها اول وش في العجينه، نروح نازلين فيها كده تخديم، نقعد نخدم في العجينه. العجينه هتتفتت معانا حتت صغيره زي ما حضرتك شايف كده.